الخلاف المغربي الجزائري، ما وراء تصريحات عطاف. أصدقاء أخبار في العالم، مرحبا وسهلا بكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في هذه القناة. مرحبا بكم. أعاد حديث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن العلاقات مع المغرب ملف الخلافات بين البلدين للواجهة مرة أخرى. الوزير الجزائري تحدث أخيرا في حوار صحفي عن أن بلده أكثر ميولا لحل الخلافات مع المغرب، وأنه ينتظر اليوم الذي يعود فيه المغرب العربي للعمل بشكل موحد، لافتا إلى أن بلده مستعدة لتهيئة الأرضية المناسبة. البرلماني المغربي جمال بن شقرون يقول إن عودة الاتحاد المغربي للوحدة مرة أخرى وكذلك الوحدة العربية بات يمثل تطلعات الشعوب العربية، ويضيف أن الاتحاد المغربي يمكن أن يقدم معدلات تنمية هامة في كافة المجالات، والوقوف أمام التحديات والتوترات الإقليمية ومخاطر الجماعات الإرهابية أيضا. رغم ما يحققه اتحاد المغرب العربي للمنطقة، لكن بن شقرون يرى أن بعض العراقيل تضعها الجزائر أمام هذا الاتجاه، وهو الأمر ذاته التي تقوله الجزائر تجاه المغرب. يلفت بن شقرون إلى أن حديث وزير الخارجية بشأن تهيئة الأرضية المناسبة يتناقض مع موقفها مع الوحدة الترابية المغربية، ويشدد بن شقرون على أن قضية الصحراء هي محورية بالنسبة للمغرب، وأن الجزائر عليها التراجع عن دعم جبهة البوليزاريو ودعم مقترح الحكم الذاتي، بما يسهم في صفحة جديدة في إطار التعاون بين البلدين، بما ينعكس عن مسار إعادة اتحاد المغرب العربي للعمل. وفق بن شقرون، فإن الوحدة المغربية والعربية تساهم بقدر كبير في رفع منسوب التنمية في شمال إفريقيا والمنطقة، كما تعزز من قوة الجبهة العربية في مواجهة النزاعات الحاصلة. وشدد على أن المغرب لن يقبل تحت أي ظرف منازعته في وحدته الترابية، ولن يفرط في حدوده رغم حرصه على العمل العربي المشترك وتطلعه للعمل مغاربيا ضمن الاتحاد المغاربي. هكذا يقول بن شقرون. إذن يبدو المغرب منفتحا على فك النزاعات. يبدو أيضا الجزائر رغم العراقيل التي تحطها. اتركوا لنا تعليقاتكم. هل في مصلحتنا أو في مصلحة الجزائر أو المغرب فك النزاعات والعمل مغاربيا؟ هذا ما نطلب. كان معكم أخبار في العالم. اتركوا لنا تعليقاتكم وإعجابكم في الفيديو. السلام عليكم.